ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم عن شويه اختصارات مهمه قوي ان انت تعرفها في الاف ال ستوديو، تفرق معاك جدا وهتسرع معاك الوقت. لو مهتم بالموضوع تابع معايا الفيديو. من الاختصارات المهمه اللي انت لازم تعرفها ان انت ازاي تقدر ان انت تعمل دبليكيت لاي سامبل عندك. يعني مثلا دي سامبل قدرت ان انا اطلع منها اصوات اهو، بحيث ان انا بعمل لها كوبي بدل ما اعمل سيلكت ليها وكنترول سي عشان اعمل كوبي، بعد كده اروح على المكان اللي انا عايز اقف فيه وادوس كنترول في. فبكل بساطه عشان اعمل الحركه دي بقف على السامبل وادوس شيفت وادوس كليك شمال وابتدي ان انا احرك، فيبتدي ان هو يطلع لي منها كوبي على طول. الشورت كات التانيه بتتكلم ازاي ان انا اخلي سامبل انها تبقى يونيك، بمعنى ان انا دلوقتي عملت دي كوبي، فانا دلوقتي عايز اعمل لدي ريفرس. فطبعا لو عملت ريفرس وانا عامل بالحركه دي كده كل السامبل اتغيرت، بس انا مش عايز كده، انا عايز دي بس هي اللي تتغير. فلازم ادوس كده، بعد كده لازم ادوس ميك يونيك عشان خاطر منفصله حتى ان هي بقت 2، وبعد كده اعمل ريفرس ليها فهي خلاص بقت لوحدها منفصله عن التانيين. بس في طريقه اسهل من كده بكتير قوي، ان انا بدوس شيفت في نفس الوقت وبعد كده بسحب بالماوس، بيبتدي ان هو يطلع لي اوتوماتيك نسخه تانيه منها، حتى بقت اسمها 3 دلوقتي. وقادر ان انا اطلع نسخ تانيه برضو بنفس الحركه، شيفت في بقت 4، بقت 5، وهكذا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب ولايك وتشير الفيديو مع حد من صحابك يكون مهتم بنفس الموضوع، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.